كما تعرفون احنا وقعنا اتفاقية 29 شهر واحد. حاليا بالنسبة لنا الاتفاقية المعتمدة اللي نحن نعتمد عليها مشان ونحن بصدد تطبيقها على أرض الواقع، والاتفاقية اللي أنا وقعتها مع رئيس الجمهورية بال 29 شهر واحد. وهذه الاتفاقية هي المرجعية بالنسبة لنا فيما يتعلق بالخطوات العملية اللي راح نجريها بعد الآن. وكما تعرفون في الأيام الأخيرة كان لنا اجتماعات مكثفة مع الجهات الدولية والكل، يعني كل الذين التقينا فيهم في الفترة الأخيرة، وبشكل خاص الدول الموجودة في الملف السوري، لكل الدول بدون استثناء، هم كانوا مهتمين بتطبيق هذه الاتفاقية، متابعة هذه الاتفاقية، متابعة تطبيق الاتفاقية. ولهذا بالنسبة لنا يعني الموضوع الأساسي يعني حاليا يعني الأولوية فيما يتعلق بالمنطقة بالشمال السوري، بالمناطق بمحافظة الحسكة، حتى بالمناطق الأخرى يعني رأس العين، كوباني، عفرين، بالإضافة إلى محافظة الحسكة لدينا في مناطق كردية كمان هي الاتفاقية يعني تشمل المناطق أيضا. بالنسبة لدينا الأولوية تطبيق الاتفاقية. والحمد لله يعني هناك خطوات عملية نقوم فيها. كان بالنسبة لنا الأولوية الأساسية هي عملية وقف إطلاق النار، الوصول إلى يعني الهدنة الدائمة، وهذا كان الهدف الأساسي من الاتفاقية. حاليا هذا موجود من يوم ما وقعنا الاتفاقية، في وقف إطلاق النار، في هدنة، وإن شاء الله هذا راح يستمر ويتحول إلى الاستقرار الدائم والهدنة الدائمة والسلام الدائم. كل متفقين يعني حاليا النقطة الأولى الكل، سواء كان يعني الحكومة وسوريا الديمقراطية، الجهات الدولية المهتمة أو الموجودة في الملف السوري، الكل حاليا متفقين على أن يكون هناك الحرب مرة ثانية، أن يستمروا في إطلاق النار. هذا هو الأولوية بالنسبة للجميع. ونحن من جانبنا القوى السورية الديمقراطية، القوات العسكرية الموجودة في المنطقة حاليا، سنلتزم بهذا الشيء، ومن أجل أن يستمر الوضع أو استقرار النسبي الموجود في المنطقة، من أجل أن يستمر هذا الشيء سنقوم بكل شيء يقع على عاتقنا. وهذا هو الأرضية الأساسية لتطبيق هذه الاتفاقية. فيما يتعلق بالاتفاقية لدينا خطوات عسكرية في جانب العسكري وفي جانب الإداري، يعني في جانب العسكري والأمني في جانب الإداري. فيما يتعلق بالجانب العسكري تأخر شوي، كان لازم من اليوم الأول يعني من 2 بالشهر كان لازم القوات العسكرية تنسحب من الجبهات وتحل محلها قوات الأمن. تأخر شوي لعدة أسباب لست بسبب يعني ذكرية هنا، ولكن يعني مسألة سحب القوات من الجبهة إلى سكناتها نجحنا فيه. حاليا في محافظة الحسكة يعني جميع القوات فينا نقول انسحبت إلى سكناتها وحلت محلها قوات الأمن. لدينا بعض الإشكاليات موجودة في كوباني، ما زالت القوات العسكرية موجودة على الجبهات، ونحن الآن بصدد حل هذه المسألة. هناك أيضا يجب أن يرفع الحصار الكوباني وينسحب القوات العسكرية إلى سكناتها ولتحل محلها الحواجز الأمنية فقط. ولكن بشكل عام فيني أقول أنه يعني حاليا نحن ماشيين فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية. الاتفاقية إلى جانبين أساسيين. جانب يتعلق الجانب العام يتعلق بموضوع دمج المؤسسات الإدارية، المؤسسات الأمنية الموجودة بشكل عام، وهذا ما يخص فقط الكون الكردي، يخص كل المحافظة. أول شيء بدي أحكي عن الموضوع. لدينا جانبين، جانب يخص بالمكون الكردي بالمناطق اللي في كثافة كردية وخصوصية في المنطقة، بس الجانب الأساسي
في هذه الاتفاقية هي دمج المؤسسات الإدارة الذاتية، المؤسسات الأمنية، العسكرية، الإدارية في بنية الدولة السورية، في بنية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والوزارة الأخرى. حاليا نحن ماشيين الخطوة الأساسية لهالشيء، من أجل أن نقوم بنجاح، يعني نكون ناجحين بموضوع عملية الدمج في المحافظة. الخطوة الأولى كان هو الإعلان عن المحافظ للمحافظة، وهذا ما جرى. حاليا لدينا محافظ تم الإعلان عنه، وتحت إشراف المحافظة سيتم موضوع دمج المؤسسات بالمشاركة مع الممثلين عن الوزارات الموجودة اللي راح تأتي من العاصمة. حاليا هذا الموضوع راح نمشي فيه. كان يعني كنا ننتظر انه يتم الاعلان بشكل رسمي عن تولي المحافظ لمنصبه من اجل البدء بهذه الخطوات، وهذا ما جرى. الايام المقبله سيكون سنشهد يعني عمل جدي من اجل دمج المؤسسات الموجوده. لدينا هنا في محافظه حسكي مؤسسات موجوده من 12 سنه، من حتى 14 سنه في المحافظه موجوده، وهي مؤسسات الإدارة الذاتية. هذه المؤسسات ستحافظ على موظفيها، على مدرائها، على المسؤولين فيها، وسيتم دمجها ضمن هيكلة الوزارات الموجودة. يعني بلكي يأخذ بعض الوقت، ولكن نحن بدأنا بهذه العملية، وهذا أمر طبيعي. بقدر ما ننجح في عملية الدمج أظن سننجح بالتطبيق الاتفاقية بشكل جيد أيضا. فيما يتعلق بالجانب العسكري، نحن اتفقنا على أن قوات القصد الموجودة في محافظة حسكي في الكوباني أن تندمج ضمن ألوية في بنية وزارة الدفاع. وحاليا يعني يتم العمل بهذا الخصوص. كان لدينا إشكالية، وهو الإعلان عن معاون لوزير الدفاع من قوات قسد. عمليا موجود حاليا لدينا يعني ممثلين من قسد بهذا المنصب، ولكن لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي. حاليا نحن عم نعمل على الإعلان الرسمي عن هالشيء. مع الإعلان الرسمي عن يعني معاون وزير الدفاع من القسد في وزارة الدفاع سيبدأ عملية الدمج، عملية دمج القوات العسكرية على الأرض. نريد أن نحافظ الكل، يعني كل رفاقنا المقاتلين الذين قاتلوا، الكل قاتلوا الإرهابيين، قاتلوا الداعش، حموا هذه المنطقة من هجمات دولة تركيا في السنوات الماضية، الذين انجرحوا وقدموا رفاقهم شهداء. نريد أن يحافظون على وجودهم بشكل بكرامة، وأن يتم الاستفادة منهم، من الخبرات التي اكتسبت في أثناء محاربة الإرهاب في هذه المنطقة من قبل كل سوريا، أن نشارك كل السوريين بهذه الخبرات. كل المقاتلين في قوات سوريا الديمقراطية بما فيهم القادة العسكريين سيأخذون مكانتهم اللائقة في التركيبة الجديدة، للقوات لتشكيلاتنا العسكرية التي يتم تشكيلها في كل سوريا بما فيه في هذه المحافظة والمناطق الأخرى. وهذه العملية أيضا سيتم البدء بها في فترة قريبة جدا. وهناك تقدم في هذا الموضوع، نحن متفقين بالأمور الأساسية. هناك تفاصيل يعني سيتم التفاوض عليه، ولكن الأمور الأساسية نحن متفقين عليها. وفيما يتعلق بالجانب الأمني، وهذا هو الأهم، كمان يعني سيتم المحافظة على التركيبة الأمنية اللي كانت موجودة من 2012 حتى يومنا هذا، سواء كان كوباني أو محافظة حسكة. من الضروري أن يعني يحافظ الكل، عناصر الأمن، مدراء الأمن الذين يعني
لعبوا دورا مهمة بفترات سابقة في حماية المنطقة أن يحافظون على مواقعهم ضمن هيكلية وزارة الداخلية السورية. وهذا ما بدأنا فيه. القوات التي يعني أتت قوات من القوات يعني التشكيلات التي أتت من العاصمة إلى قامشلي إلى الحسكة من وزارة الداخلية هدفها الأساسي المساعدة العمل على إنجاح هذا الدمج. وإن شاء الله سنبدأ هذه العملية فترة قريبة جدا، يعني أنا أتحدث عن أيام وليس عن أسابيع. هذه العملية ستبدأ. باختصار يعني بهذه المنطقة سواء كان الجانب العسكري والجانب الأمني والجانب الإداري سيكون هناك يعني سيبدأ بهذه العملية خلال الأيام القليلة. أعلنا شكلنا لجنة على المستوى على المستوى القيادي من جانبين، وهم سيشرفون على البدء بعملية الدمج خلال فترة قصيرة. هناك أمور أخرى تفاصيل لا أريد أن أتعمق فيها، ولكن بشكل عام فينا أقول برغم من وجود بعض التفاصيل هناك تحديات ما زلنا نحاول يعني تجاوزها، هناك مشاكل موجودة، ولكن بشكل عام حاليا نحن في وضع في نقطة جيدة. بدأنا بمسار الدمج وسنحاول أن نسرع بهذا. يعني شعارنا فيما يتعلق بالدمج هو الإسراع في عملية الدمج من أجل أن نقطع الطريق على الكل، الذين يقومون بالتحريض، الذين يعني يلجون إلى خطاب الكراهية. في العالم ما تحب الشيء، في العالم تريد أنه العملية تفشل.